النهارده بتاريخ 8/8/2025 في البرتغال، المحكمة الدستورية رفضت الاقتراحات بتاعة الأحزاب اللي كانت مقترحاها بالنسبة لموضوع لم الشمل، بالنسبة لموضوع فيزا البحث عن عمل، بالنسبة لموضوع التجمع العائلي يعني. فلو انت مهتم بالموضوع كمل الفيديو للآخر، مهم جدا 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 جدا، يعتبر يعني البرتغال فتحت أبوابها من جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، منورين. جبت لكم خبر جديد كويس جدا 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 بالنسبه للناس اللي عايزه تعمل لم شمل، بالنسبه للناس اللي عايزه تعمل تجمع عائلي يعني، الناس اللي عايزه تعمل فيزا البحث عن عمل. كل الاقتراحات اللي اقترحوها في البرلمان المحكمه الدستوريه رفضتها تماما، والموضوع زي ما هو على القديم يعني بتاعه، اللي هو تقدر تعمل لم شمل عادي جدا زي ما كانوا هم مقترحين ان انت لازم تعمل لم شمل بعد سنتين من الإقامة الأولانية، لازم تعمل الإقامة الثانية فتضطر تعمل لم الشمل. الاقتراحات اللي كانوا بيقترحوها دي يعني المحكمة الدستورية رفضتها. تعمل لم شمل عادي جدا زي ما كنا زمان، تقدر تعمل لم شمل، أي حد معاه إقامة يقدر يعمل لم شمل في أي وقت. مش محتاج كشف كشف عمل لمدة سنة كاملة، محتاج ان انت بس يكون عندك العقد بتاع العمل يكون معدي الحد الأدنى بالنسبة اللي كنا اتكلمنا عليها قبل كده، اللي هي العادية طبعا. بالنسبه تمام. فده بالنسبه للناس اللي عايزه تعمل لم شمل، تقدر تعمل لم شمل من اول ما تستلم كارت الاقامه عادي جدا، يكون عنده سكن يسيع ان هو ياخد حد معاه يعني، ويكون عنده شغل يعني، اذا كان بقى اكتيفيداد ولا اذا كان يعني شغال عمل حر او شغال في مكان يعني او كده، او في شركه او حاجه، يقدر يعمل لم شمل عادي جدا. النهارده يوم 8/8/2025 المحكمه الدستوريه رفضت الاقتراحات اللي كانت مقترحه من الاحزاب. تمام. بالنسبه للناس اللي عايزه تعمل فيزا بحث عن عمل، كانوا قالوا ان فيزا البحث عن عمل لازم عشان تعملها، اللي هم اقترحوه يعني، لازم عشان تعمل فيزا بحث عن عمل لازم يكون لاشخاص اللي هم المؤهلات العاليه، ولازم يكون عندك مؤهل عالي سواء دكتور بقى او محامي او مهندس يعني او حاجه، فلازم تكون مؤهل عالي او يكون عندك حرفيه او الكلام ده طبعا المحكمه الدستوريه رفضته تماما، وخلت فيزا البحث عن عمل عاديه جدا زي الاول. اي حد عنده الامكانيه الامكانيات الماديه يعني في البنك، وعنده المؤهلات او اللي عنده الحرفيه في حاجه معينه، يقدر يطلع يعمل فيزا بحث عن عمل ويقدر يدور على الشغل، واول ما يلاقي الشغل يقدر يعمل اقامه يعني. تمام. الحاجه اللي بس ما اتوافق عليها وهي طبيعيه يعني، مش مضره في اي حاجه ولا عامله مشكله يعني، ان هو القرار اللي كانوا اقترحوا موضوع ان البوليس يبقى ليه تدخل في ان الناس اللي قاعده غير قانوني او الكلام ده، هي دي اللي توافق عليها، ان البوليس يساعد في الموضوع يعني. فدي ما فيهاش اي مشكله خالص، لو انت ماشي سليم ما عندكش مشكله، لو ماشي غلط لو البوليس قابلك او حاجه او شاف ورقك وحاجتك مش تمام، فهيبقى فيها مشكله مع البوليس يعني، ولكن دي ما فيهاش اي مشكله يعني. ما اعتقدش انها هتعيق حاجه في الاجراءات يعني، لكن بالنسبه للاجراءات، لا، الاجراءات بقت زي الفل يعني زي ما كانت الاول، لان المحكمه الدستوريه قالت ان هو والرئيس يعني قالوا ان هو الناس المهاجرين هم دول سبب اقتصاد يعني، سبب دخل جامد جدا للدولة وبيساعدوا في الاقتصاد بتاع الدولة، فما ينفعش ان هم يعملوا حاجات معقدة تبعهم يعني. زي ما انا قلت لكم قبل كده في الفيديوهات اللي فاتت، ان مستحيل يطبقوا قانون النهارده ويطبقوه على ناس قديمه، لازم القانون يطبق النهارده على الجديد، ولكن هم ما طبقوش ولا على قديم ولا جديد، وسابوه زي ما هو على القديم بتاعه. تمام. بالنسبه لموضوع الجنسيه مفيش فيها اي حاجه لسه اتقالت يعني، ما عنديش اي اخبار بيها، ولكن لسه زي ما هي 5 سنين يعني، ما فيش اي فيها كلام ولا حاجه اتعملت لسه 5 سنين. كل الكلام اللي كان بيتقال كان اقتراحات برضو، ما كانش فيه حاجه رسميه يعني ما فيش حاجه اتقالت رسمي، وما فيش خبر رسمي، ما فيش اي حاجه بخصوص الجنسيه 5 سنين زي ما هي. تمام. البرتغال لسه ابوابها مفتوحه، تقدر تعمل تكوين مهني، تقدر تعمل فيزا البحث عن عمل، تقدر تعمل لم شمل لأسرتك لو انت معاك الإقامة، وتقدر تعمل لم شمل لأسرتك في أي وقت، وتقدر على القانون القديم يعني ان انت الجنسية كمان 5 سنين، ده اللي احنا كلنا متعاملين عليه. تمام. you find I send for you and I finish. Okay. Because I am in one
اوكي. آه، اي حد محتاج اي حاجه يا ريت يبعت لي او يكتب لي في الكومنتات. عندي الانستجرام. You fine is right. I send you news government Portugal. I find now. It's today. سوري يا جماعه معلش بشوف الاخبار الجديده بالنسبه لكله يعني. ف تمام يا جماعه. فزي ما قلت لكم كده هو ده الموضوع كله. فاي حد محتاج اي حاجه يكتب لي في الكومنتات او يكتب لي على الانستجرام. انا سايب لكم الانستجرام في كذا فيديو فايت. وهستأذنكم اعملوا لي اشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس بعد اذنكم عشان الاخبار الحلوه دي. وما تزعلوش ان انا بنزل لكم ساعات فيديوهات على الاخبار والقوانين الجديده اللي بتبقى موجوده او الاقتراحات الجديده اللي بتبقى موجوده، ولكن انا ببقى زعلان يعني وعايز اللي هو ايه اتراجع شويه في ان انا انزل لكم الحاجه وبتاع لحد ما الامور تتيسر تتعدل. ولكن اللي ليكوا ان انا اقدم لكم يعني كل حاجه صحيحه، يعني الحاجه الصح من الغلط. وفي نفس الوقت برضو فرق معلومة تفرق معاك في يوم ان انت تتلقاها، بتفرق معاك في حجز تذكرة، بتفرق معاك في ان انت تدخل في ان انت تستنى تروح تغير مكانك، بتفرق معاك في كذا حاجة يعني. تمام. فبالتوفيق جميعا. واي حد محتاج اي حاجة يكتب لي في الكومنتات او في الانستجرام زي ما قلت لكم. واستاذنكم اشتراك ولايك وتفعيل زر الجرس. اشوفكم على خير. السلام عليكم.